بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جدو عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، أتمنى لما يوصلك الفيديو ده إن أنت تكون في أتم صحة وفي أسعد حال، اللهم آمين يا رب العالمين. في سؤال كويس جدا 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 اتسأل ليا، حد اتصل بيا وقال لي يا جدو عصام انا باكل الارانب عيش. قلت له بتاكل الارانب عيش ازاي؟ قال لي ما هي الارانب في الحر ما بترضاش تاكل العلف كتير، بس بتاكل العيش. طيب يا جماعة، هل ده صح ولا غلط؟ انا من وجهة نظري وانا بعمل كده ان العلف عندي هو العنصر الاساسي للارنب، ولكن الارنب في الصيف بتقل الشهية بتاعته وبيقل الاقبال بتاعه على العلف. ولكن طب انا عشان افتح نفسه بعمل ايه؟ انا عن نفسي كل 3-4 ايام او كل 3 ايام ممكن افتح نفس الارنب بلقمة عيش. تكون حاطط العيش في الشمس، كلنا بيفيد مننا عيش، والعيش اللي فاض من حضرتك دون يا ريت تنزله للارنب كل 3 ايام. لو حطيت له ربع رغيف نص رغيف ما فيهاش اي مشكلة، ولكن لو زودت عن كده الارنب اتأكد ان هو هيليس منك. يعني ايه هيليس؟ يعني هيبقى فيه دهون على الرحم وبالتالي مش هيعشر. فنصيحتي لك ان انت في الحر ده اي عيش يفيد منك اي حاجة نشفه في الشمس وشوف الارنب الاقبال بتاعه هيبقى عامل عليه ازاي. بص حضرتك، ادي ارنب اهو، بص مجرد ما سمع صوت العيش بص كده، هو كان نايم اهو، بص كده حضرتك اهو. فالعيش يا جماعة حاجة بتفتح نفس الارنب، مش وجبة اساسية. لو وجبة اساسية الارنب هيليس منك ومش هتعرف تتصرف معاه. بص كده، ده سمع صوت العيش اهو، بص كده كل 2-3 مفيش مشكلة لو حطيت للأرنب ربع رغيف نص رغيف مفيش أي مشكلة، بس ده بجانب الوجبة الأساسية للأرنب اللي هي العلف. طبعا العلف لو بتأكل الأرنب في اليوم 200 جرام، انت في الصيف وفي الحر ده هتلاقي الأرنب بياكل معاك 150 جرام 100 جرام. ما تقلقش وما تقولش ان الارانب تعبانه، لا، الارانب مش تعبانه ولا حاجه. الارانب زيها زي البني ادم، نفسه بتتسد عن الاكل في الصيف. بص الارانب مجرد ما سمعت صوت العيش اهي، بص كده اهو، اللي حطيت له بياكل ومفيش اي مشكله. يبقى حضرتك العيش مش وجبه اساسيه، العيش حاجه ترفيهيه كده للارنب بنفتح نفسه بيها، مش اكتر من كده، عشان الارنب ما يليس معاك. اتمنى لما يوصلك الفيديو ان انت تكون في اتم صحه واسعد حال، والى لقاء قادم في فيديو قادم. لكم حبي ودعواتي بدوام الصحه والستر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.